الأهلي يرفض عودة لاعبه واللاعب يرغب في الرحيل النهائي. رفضت إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة بالأهلي عودة لاعب الفريق الأحمر الكونغولي والتر بواليا. والتر بواليا الذي كان معارا إلى نادي القادسية السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، ترفض إدارة النادي الأهلي عودته من جديد إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد. الدوري السعودي انتهى منذ أيام وعاد اللاعب إلى النادي الأهلي في انتظار حسم مصيرة ومستقبله خلال الفترة القادمة، وأن كانت كل الأقاويل تؤكد أنه لن يكون متواجد مع النادي الأهلي. والتر بواليا نفسه يرفض البقاء في صفوف النادي الأهلي لعلمه أنه خارج الحسبات الفنية، كما يرفض الخروج معارا من جديد ويريد الرحيل كبيع نهائي. هو يعلم أنه ليس لديه فرصة للتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية، ولهذا قرر الرحيل وينتظر قرار الأهلي. اللاعب لديه عدة عروض من الدوري الليبي، الدوري البحريني، وعدة دوريات عربية أخرى في الوقت الحالي، وهو الآن وبالتنسيق مع وكيله يدرس هذه العروض في انتظار حسم الموقف من النادي الأهلي. قبل ساعات من النهائي، كيف علقت الصحافة المغربية على مباراة الأهلي والوداد؟ ساعات قليلة وينطلق نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزا مريحا قبل مباراة الذهاب في المغرب. الأهلي والوداد اللذان يلتقيان في 9 مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. سيكون هذا النهائي هو الثاني بينهما على التوالي والثالث منذ عام 2017. مباراة الأهلي والوداد المغربي تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرا لقوة الفريقين وشعبيتهما، إلى جانب كونه النهائي الثاني على التوالي. لاعب الوداد يرفعون التحدي أمام الأهلي. تحت هذا العنوان نشرت الصحيفة تقريرا مطولا تناولت فيه تصريحات لاعبي الوداد عن المباراة عقب الوصول إلى مصر في الساعات الماضية، وأكدت على أن لاعبي الفريق الودادي هدفهم العودة بنتيجة إيجابية إلى المغرب قبل مباراتنا للذهاب. كما نشرت الصحيفة تقريرا مطولا عن الرحلات الجماهيرية لمشجعي الوداد إلى مصر تحت عنوان جماهير الوداد يتقاطرون على عاصمة مصر، وكشفت عن وصول المئات من جماهير الفريق الودادي إلى القاهرة لمساندة فريقهم خلال المباراة.